إن شاء الله ما تلقاه الرسول في الطريق أو ما صادفه وما قام به وهو في طريق الهجرة. برايد عزيز درس ما إيرو تسامي بحثا هجرتا پیغمبر بكن عليه الصلاة والسلام لي بحثا هجا الرأي خلاص نبي سفروي و دقيجة كيلكا مدينة وان صحته هاني وان روجي هاني تشتيكوات نسر پیغمبر اما بحثا وان بكن صلى الله عليه وسلم دوان رأي هاني دا چه هاتن سر پیغمبر تفقر پیغمبر چوابو اوش درس و حكمت و نصيحت تفتده هنه يعني اف حياة پیغمبر دماك ام تخوين نجبوني حكايتك نجبوني كما امش خابك يعني درسك حياة بي پیغمبر يعني درخن دور حياة بي پیغمبر حياة وي خودج مرض بجر رهبر جبوني وجه درس بگرن فعم بكن عبرت بگرن جه حياة پیغمبر بخارج وكي دي حياة تي انسان كي خودج مرض نبجه حياة وي عبرت و درسه لحياة في پیغمبر درس دورة قرآن جراتية براتيكا قرآن الجمعية خودت بجاش خاج فهم بكن درساش حياته بقرن. طبعا من أمور التي تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق يمشي ذهب إلى خيمة أم معبد، كانوا صاحب غنم في الصحراء، كان عندهم غنم، الرسول ذهب إليهم، الزوجة موجود والابن موجود ولكن أب مع الغنم في الخارج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم لبن؟ قالوا لا. هل عندكم غنم؟ قال: عندنا نعجة ضعيفة ما تستطيع أن تمشي. فأتوا بها إلى الرسول فدعا ومسح ظهرها فجعل الله اللبن في ضرعها حلب، وبعد ذلك شرب الرسول أبا بكر والذي معهم وأعطاهم فرأوا الخير والبركة منه فعلموا بأنه رجل مبارك. هذا أول المعجزات تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم. پیغمبر سفر ده معجزه، چند معجزه یک جوان معجزه چادر ام معبد. ام معبد یعنی دیا معبد جنکی عربی عادت عرب ابو دیا فلان کس باب فلان کس ناوی وان جانت نزانی مثلا ابو ایوب الانصاری ناوی چیه چند حبش ما نزانش خود ناوی خالد ده ابو ایوب هاته اسکرن چه چادر کی چادر به ام معبد دیا معبد جنکیه سفر طریدانت چن استراحت کن خريبا شولانه كان صد كيلومتر تشونه دبجا شير مير آف تشتكي دبي ولا شيرتنا كحيوانة المالتنا دبي حبكي بزنامه مايه دبي شيريتنا دبي بريا ضعيفة نكاره هريد كدا شيريها بعد دبي جاز مرابين تينن دستي خد بشتاي دعايات كه وزكي دوارمه جوهاني يتجي شير دبي شير جدار تخاف خمبر قابك تجيت كيانه او بدخو ابو بكر بدخو ظلام دي بدخو دوان باش ورا بخون فهمت كنت ببخاطر يا ظلامه كي بركته يعني داخله وان من النفس سؤال ناكد كي نابته چیه ولا كد بیا ظلام کی برکته ابیا یک هات سر پیغمبر یک جون مسئله کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم افتش درباس بو خدات سفر داجی پیغمبر خوبتن نشت. امر آخر بينما الرسول يمشي حصل له امرين. رأى اللصين اللص حرامي يعني رآهم فتكلم معهم وعرض عليهم الإسلام فالرجلان تابا ودخلا في الإسلام. هذا كذلك يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق كما نقول بلغة الآن فهو مطلوب للشرطة يعني القريشيون يبحثون عنه ليقتلوه، مع ذلك الرسول يستمر في دعوته. كل من يلتقى به أو يلتقيه في الطريق يعرض عليهم الإسلام ويقول ادخلوا في الإسلام، لا يقول هم خلفي ربما هؤلاء جواسيس أخفي نفسي حتى لا يرون، يقول هذا أمر آخر فعلي أن أقوم بتبليغ الرسالة. كذلك يرى مجموعة من قبيلة أسلم، وهو أسلم الصحابي المشهور اسمه بريدة بن الحصيب الأسلمي من قبيلة الأسلم، ومع مجموعة له يعرض عليهم الإسلام فيدخلوا في الإسلام فيدعو الرسول لهم ويقول أسلم سلمها الله، اسمها اسم مبارك سلمها الله، وغفار غفر الله لها قبيلة غفار أبا ذر الغفاري. كذلك الرسول يعرض عليهم الإسلام ولا يترك مهمته أن يدعو الناس إلى الإيمان، فدعاهم فدخلوا في الإسلام. مهما يكون الظروف على المسلم على الداعي أن يكون داعيا يستغل الظروف للدعوة إلى الدين. تشتكي دنيا هات سر پیغمبر پیغمبرش مکه در کتیه وانا دود گرن کوی بگجن یعنی وقا ایراد بشه محکومه قاچاخه یعنی بزمان ایراد به قاچاخ لید گرن لکو بگرن گره بگجن عسکر کافرال دونه حتی او که بلا کرنه تجرا بجه پره دانینه دبه کی بگجه قصه پره جرا صد حب دبه
دز جي برن فقير جي برن كي صاد حب دبن عندك صاد حب دبت ابن تليف هولدينجك يعني او زنگيني دوی رای هانه دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حب گنجات دینه دزنج خواه دزید کن بوانا خبر ده اسلام جوان را دبیجه توبت کند به مسلمان ابیا یک آد دوی هنک انسان دینه یک جوان ناوی برای ده عشیرت که ناوی عشیرت اسلم یا جی سلمی جراد بشن الاسلمی ناوی عشیرتان و ساکنوه پیغمبر بوانا جی خبر ده دبیورن ببن مسلمان اس پیغمبر خودم شاندیه توبه بکن خب ناشرا نابه قرآن بیکره خبر ندیم برای کسی که بندینه یا وانا جاسوس فیلم وانا استخبارات وانا بخوازم ببکشن یا وانا بنابه قریشی هاتم خبر چیه گوه وان اوان هر دیم بکشن داشت خب پیغمبر و ابو بکر هر دوشی به حال حاضر بطل اواکن و مازن ننن سیلحیوان جی پرتن ده ابو بکر شکون ضعیف بو یعنی ضعیف بو یکی ظلام کی باش بوکس کلی خزای بمرانش یا ضعیف بو ور حاصل پیغمبر اسلام و نشارد گفت سر از اره وانا بدون کتن اماد ورده وظیفه من از پیغمبرم گرج وانا بیشم تی زبان انسان را خبر دا گو خادم پیغمبر شاندیه و ورم ببن مسلمان دین خدایه و اسلام ور حاصل اوان انسان اجبور مسلمان اوی شخص هانه تاوی گروه اوی اوش خواد تجارت اتکن اوان اجبور مسلمان و پیغمبر جوان را اجدعا کرد ناوی قبیله وان اسلام بو اسلامی یعنی پیغمبر گو سالم گو اسلم سلمه الله گو خدای عالم و سلامتی ویله یعنی سلامت و رجوان را غفار جی غفراندن جی عفو کرنه قبیله غفار گو غفار جی خدای عالم و عفو کریه یعنی عادتا کی پیغمبر جی هبو علیه الصلاة والسلام تشتکی بدی تا تدی بکردی دبیجن دوی خول خیره وکن پیغمبر دوی خول خیره ود کرد یک بات ابوتا ناب من سلامه او گو سلامتی جمال هات يعني هر پیغمبر دو فعل خیرت گریا فعل الخير جراد بجن وان انسان یعنی پیغمبر گو خدای سلامتی بدوان سلامتی دان بو مسلمان خدای وجه هر خرابی بپارزه اوان انسان یعنی بو مسلمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی حال زحمت دا نخوش دا ترس دا تهلیکه دا تیسا جی پیغمبری خوش بیروانه کرد تیسا دین خدای جوان را گو از پیغمبر خدا ما ور از دین خدای جوان را بجم یعنی چقدر مهمه انسان مسلمان خودی ایمان خودی عقل هر فرصت کی گرش بون دین خوب کار بینه نه بجا وقتا وینه عجلاویه چه فرصت کی هبه لگوراوی حکمت کی جوان را بجه نصیحت کی جوان را بجه اما ایرو مع الاسف عادت ما دبه تا وقتا وی خبردان نه ده بحث دعوت چه دبه قال خدای نک دعوت ده قال خدای بکم ده گرس قال خدای بکم بحث خدای بکم اما لگورا دعوت بجم که خدای چه حکمت چه کریه گره جوابن جنازه چه دوی دمریه ما بحث مرنش مرا نکی لازمت بحث بکی یعنی هر فرصت کی پیغمبر به کار دانی علیه الصلاة والسلام ابیاج امجبیر وانکین امر آخر سراقة ابن مالك الذي لحق بالرسول حتى يقتله فمنع الله الرسول منه فبعد ذلك خلاص عرض على الرسول قال هل تريد طعاما تريد مالا تريد شيئا فالرسول قال لا أريد منك شيئا فهنا نفهم الداعي الذي يدعو الناس إلى الدين عليه أن يكون عفيفا غني القلب غني العين لا يطلب من الناس شيء الرسول لو طلب منه قال أعطينا شيئا نحن نقول المنة لا يخرج من تحت منته ولكن قال لا شكرا اذهب بارك الله فيك فبعد ذلك الرجل دخل في الإسلام هذا عفة الداعي على الدعاء الذين يدعون أصبحوا قدوة أن يكونوا أغنياء عن أموال الناس كذلك درس مهم تشتكيدن جبون إماما يا جبون داعي بكردية راستي بانقواز أبيكو باندكن دبي ورن دين خدا أو جوانا تيقوتن داعي أبيك رهبرن سراقة أو ظلامكو خبر بيست و پیغمبر و أبو بكر دريدانا شوري قرد گوز هر موان بگجم يك جوانكو محفتاي چي بحثاي كر حاضر كر گو فرصت أو جقاي بشكي مير بود كار بو شر بقرا گوز هر داش بگجم يازي چبكم سطح دوا نهم دكن شو پشتێک خدای عالمی پیغمبر جه منع کردهات حیوانا نگیر عرده دا چود کد خواره جارک ددو فهم کرد که نکاره پیغمبر ور حاصل ش پیغمبر اگو حیره دستم بردن ایجوا بردن تمام گوت ش پیغمبر ایجا بنه گوت مال خوازی نان خوازی آفت خوازی تشکی بدم تا تماشا کند وردا پیغمبر گونا تشکیشتن آخواز رهبر داعی امام شیخ اوی کملت را دین خدای بجن لازمه چفتیر بن
دست خود درجه کس کی نکن جوان نخوازن تجکی بخوازی تنکاری نصیحت لیب که بیاش بیر وان نکن قانون دنیا اوه امام شافعی گوت نکاویا خوش دبی اذا اطعمت العين اطعمت الفم استح العين امام شافعی دبی وقت لقمه کی تخی دویه که چعبیجی فدید که چعبی خود کره و رشوت زانه چنه رشوت پرد دیه که او چعبی خود کره کاره تا چید که سخت کاری حیله کاریت که رشوت تا دای که ایجا امام رهبر قدوه نا مالت آوا نانو آوه برا بخون اما که بکمن بن منته یکی نکارن جرا به تشاشتی کرد نکاره ای بجا سیدا تبیرا تتدی ما چونان کی خوار چقا خوش بو ای تنان کی دای سیدا هدی هود کارش ترا بجا تشاشی نکاره بجا يعني قال لك انسان اصاقم طبعا حاشا صدي صدنا قال لك انسان شريف انسان مرد انسان افندي هنا رحي خوش ددن رهبري خو وشكون قد نابج ما رحي خوش دايت تدوي خوازكار حكي ديج هب مبدا يعني ابياجي نعمه ولكن انسان اصاقين هنا پیغمبر جي جبونه بدرس مثلا پیغمبر قال لك تشاج ابو بكر دسانت اما هر کس نوک ابو بکر و پیغمبر زان و هر کس نوک ابو بکر ابو بکر قال لك تشادا پیغمبر به حساب به کتاب پیغمبر دنگ خجرا نذكر و این که ابو پیغمبر دگونات حقیق بستین یک به یک ایجاد فرداجی درس کمازنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ونا مالات آوا اتشتکیشت ناستن یعنی انسان گره چعفتیر به خصوصا ابی رهبر چعب وان مال کس کی دانه به چعب که به مال وان نکاره کلمه حق جوان را بجد نکاره تبی منت داره وان ابياج درس مهمة. أمر آخر الرسول وهو في الطريق التقى بالزبير بن العوام وهو ابن عمته وكذلك بالطلحة الصحابي الجليل 10 المبشرين بالجنة هؤلاء كانوا تجار مع مجموعة من المسلمين التقوا بالرسول وهو في الطريق فالزبير قال للرسول وأبا بكر أعطيكم ثوبين أبيضين جميلين البسوهما حينما تدخلوا المدينة فليكن عليكم ثياب جميلة هذا كذلك حسن المنظر وأول الرؤية إذا رأيت رجلا في أول الأمر إذا كان جميلا يبقى هذا الصورة في عينك هذه الصورة وإذا كان رجلا غير نظيف الثياب رجل غضبان فدائما أنت تتذكر أول رؤية لك له يبقى فأراد الزبير أن يكون على الرسول ثوب جميل لأنه في الطريق شئنا ما أبينا يتوسخ الثياب في الطريق يعني وخصوصا في عهد الرسول بالجمل ويمشي وهكذا ليس مثل الآن الباصات والقطارات فليكن عليكم ثياب جميل وأنتم تدخلون عليهم فليروكم بهذا المنظر الجميل هذا كذلك أمر مهم معالجة نفسية يعني شيء مهم تشتكيدن أبياش درتش خوا عبراتي بكرن بيخمبر دريدايا زبير لا متى بيخمبره و طلحه اوج صحابي كيفان كذوب يا مسلمان فان صحابيه مازنن و تبع كان حب صحابيه تجارت كن كاروان اخبرنا كاروان زانچنه تنه راسي هفتين دبدا زبير دبي رسول خدا ولان كي جل مراهنه زي كي جلاب دمتاب وابو بكر شخا جلي باقش خبن وقت ونتن مدينه براجلي و باقش من جلي سبي قشكي باقش جبر دا چه تفهم کرنه يعني ابو زبير جب عاقل بو يعني خدا عز وجل هم پیغمبر شان اوان صحابي نش تبع عاقل بو هر يكي پروفيسور بو يعني نچونه نخواندن جي ها چقدر عاقلن زانه كجله انسان پاقش بياجي ديتنا اول ديتنا يكمين او ديتنا يكمين جي خود دلته دا چيتك مثلا دكتور بيجن چه ابي پسيكولوج جرا بيجن نفسي دبي زاروك كي شخص كي بدينه او شخص جي عاجزه قير قيراويه جار اول لجاره دويا شکر بده که چه بده که جبیر وانا که او جاره اول بتویت دید چعبه تصور ببون تا اواکینو ببوی چقدر تشتکی تأثیره هي زبیر و وانا اشتفت زانه بون که پیغمبر جاره اول چهره وانا نوب نب سلمان پیغمبر ندیتنه اگر کجله پیغمبر سپی بن پاقش بن خشک بن نوبن او جاره اول انسان بجله خو ته کردید بین پیشوازی کرن یعنی قارشلما یک ته تبجله خود بجه ماشاءالله انا یک وره فرا قراوات استیوی دابه جلی پاقش بن اولی مرد بجه ماشاءالله قلاوات ایراد بشی پشتی کرونش چند دقیقه دیا اگر کو والا بناواوی ولا تیوانجلی اول خو کلیج نواتا والا چه ظلام درکتی لوما دبیجن انسان بجلی خو تی قبول کرن به اخلاق خو تی وری کرن تبی آخر بشتره به علم خوب زانه بونه خو ابیای تشتکی مهم بو جرا گوکتی هری سروی قومی هانه برا جلی و سفرن حش نهرو دريدا چونه يعني حش دوی چولا هانه دا
بحيوان سيار دبه جلي وان قريش دبه قمار دبه قبرا جلي وفاقش بون النهر ناف قومك نوة دينا جلي وفاقش من أبجي تشتكي مهمة كو إنسان دقات جلي خو شكل خو ظاهري منظر خو بك أبجي جراء أمش بير ونكن أبجي تشتكي مهمة. طبعا الرسول بينما وهو في الطريق الصحابة الموجودون في المدينة سمعوا بأن الرسول قد خرج، ولكن متى يأتي لم يكونوا يعلمون، فكل يوم صباحا كان يخرج إلى أطراف المدينة وينظرون إلى الطريق. إلى الظهر يكون الجو حارا يعود إلى المنزل. فبينما هم يعودوا وقت القيلولة أحد اليهود كان في جنب المدينة قبائل يهودية وهو على مكان مرتفع يبحث عن شيء، يرى شخصين أحيانا يراهم جيدا وأحيانا من حرارة الشمس حينما يضرب الأرض فيحصل مثل ماذا يسمى باللغة العربية كأنه ماء يعني هكذا. فبعدما يتأكد بأنه الرسول والصحابة يقول أيها العرب أتى جدكم، كلمة هكذا جد يعني قائدكم الذي تبحث عنه أتى جدكم أتى أصلكم. فالصحابة يسمعون فيأخذوا السلاح ويمشوا لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذون السلاح. لا تنسوا هذا، لا بد لكل فكرة من قوة تحميه. لو ذهبوا بدون السلاح وهاجم عليهم أحد أين السلاح؟ لا يوجد، فليكن عندك السلاح وبعد ذلك تفعل وتحمي الذي أنت تحب. فبدأوا سمعوا بخروج الرسول وصوله وخرجوا لالتقاء الرسول صلى الله عليه وسلم للقائه. صحابي پشت اوی مدینه بهیستن قوای پیغمبر درکتیه فقط نزانه کیجا رو جوره و کانه تلفون تنه تلسس تنه خبر تنه تشکی تنه درکتیه ایروته صبیته دسبته نزانن هرو سرس بدرتين که لکا مدینه چعبی واندره دا اوات کن عادتا ده انسان وهات که طاوله نخیت واش بدینه جیه بلن حتی دنیا گرم دبه هدی سینامینه تن مالخو تیسا روژا کیج روژا دبه نیور دنیا گرم بده زفرن یکی یهودی که لکه مدینه قبیله یهودیه هنه اوج درکتی از جی کی بلند تماشات که کابینه تشتکی دگره حیوانی بیان دابونه هوالی خود دگره چه تماشات که والله وای دحب خوانه تکنو هم داد بن گرم وقتی العرده تخه گرم جعرده راد بیا او گرم هانه کراد بیا مرجان مرده قی آوه یعنی جانا واکنو زیده جارنا کم احد زانه کو او هردونه دحبن هاتن دکا قیرینی قالوا عربات به أصل وهات مزنة وهات بيرة وهات جدكم كلمة عربية يعني وقت بيجا مزنته رهبرته أبيكم سري صون دخون أبيكم جي حسن دبي هات أصل وهات خبردان تشاقوية مسلمانة دفرنش كيفا وهم سلحي خد قرن سلحي وانجي شورنا بأصن چه پیشا پیغمبر هات دزانن شرع پیغمبر جنابا فلا درکتیه وانات خوازنی بگجن چدبه چه نابه يعني چدبه چه نابه در حال چن 300 400 500 حب شخص انسان هبن 200 حب سلاح يقدرم شو دورا پیغمبر تشكي پیغمبر نبه پیغمبر جي ناي مدينه درباس انا بجن درباس الكتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حكيما، الله عز وجل اعطاه النبوه والحكمه والعقل والفهم، لا يدخل مباشره الى المدينه، ينحرف قليلا الى مسجد قباء الذي نحن نقول. المدينة في السابق لم يكن مثل اليوم هكذا كله ملتصق بالبيوت، كل عشيرة في مكان وكل أب في مكان هكذا منتزعين بني فلان بني فلان، يذهب إلى قباء الذين يذهب إليهم أولا فيبقى معهم، طبعا فرحانين الرسول معهم، فالرسول أولا لا يدخل إلى المدينة حتى يجمع الصحابة ويبحث ماذا هو كيف سيكون التخطيط في المستقبل، يذهب إلى بيت من سيلحق به من أو من لا يلحق. فهو كان ينتظر كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه بقى في مكة حتى يعطي الأمانات للناس، فالرسول كان ينتظره وكذلك يدبر ماذا نفعل ماذا لا نفعل ويعلمهم مبادئ الدين الأساسية للمسلمين الموجودين في قباء. وهناك قام بإنشاء مسجد قباء. مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام والرسول وهو في الطريق صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل مدحهم كثيرا قال مسجد أسس على التقوى، أول مسجد أسس على الإيمان والتقوى على رضا الله عز وجل، أول مسجد هذا هو. وكذلك هناك حديث الرسول يقول صلى الله عليه وسلم فالرسول كان رجلا وفيا لم ينسى ترحيب أهل قباء به وفرحتهم، وأول مسجد أسس بينهم
فالرسول بعد ذلك يقول في أحد الأحاديث: من تطهر في بيتي ثم أتى قباء وصلى في ركعتين فله أجر عمرة. حتى الناس يذكروا دائما التاريخ، ماذا حصل للرسول ومن فرح باستقبال الرسول وماذا عمله. فالرسول يحث المسلمين، وكل من يذهب إلى العمرة يذهب إلى هناك ويصلي ركعتين إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اوان صحابیه چون پیشه پیغمبر جی خودی حکمت و عقله که مازم و پیغمبر و خودی عقله جی هر دو هفرا یعنی چون کیف آنها تا الله حالا بتوی سلاح چون پیغمبر جی حسابت کز انا هر نو مدینه تشکی غریبه کس کی ندیتی مسئله چیه لکه لکه مدینه مال هبون هر چند حبابه کل جی کی مالش خواهد چه کربون اکا انا بمدینه و مازن نبو یعنی در باس جی قبيلة كيات بني عامر الله أعلم يا جيدنا نابي جيوان قباء جراتي قوتن شلويت سكنة تقريبا ندهرو كيلويت سكنة لوي جامية قباء يشيتكن ملتي برسو حالي بيخنبر كن حتى بياد فرداي بيجم صحابية نظامو بيخنبر كي أبو بكر كي اي عول أبي بيخنبر نظامو كيجنة دبي هاتن بيخنبر رونش أبو بكر البياسة كني نظام نديتنا تهات أبو بكر تقول السلام عليكم تشواني باشي بيخنبر دنجي هناك رونشتي أبي سركي مازنه یا خاینه کی وره کی پیغمبر خیل هر تشته به نظر تطبیق ابو بکر پیغمبر یعنی کی ته مرحبا ترات چوانی باشی پرساویت کن حتی که دنیا گرم دبه رول سر پیغمبر خو ابو بکر جلی خو جرات کسی جوانک سی سر پیغمبر هیچ فهمت کن پیغمبر اول نه ابیای حکمت کی خوش احترام مازن احترام رهبر یعنی اد دو یا پیغمبر هات لوی جامی کی آوا کردن کو حساب خود کم یعنی هر مدینه چوره پیشیامه کی هه کی تنه چه بکن چه نکن مدینه ایجا نبی مسلمان تدا یهودی هنه تدا کافر هنه مسلمان هنه و مدینه هیجا اوس و خزرج تام نبونه برای هویجا جی فتنه وانا او قصال دوام کره هیجا او فتنه خلاص نبه نیارتی هه لقبای سکنی جامعه قبای چه کرن اوه کچن حدیل چن عمره چن وی جامعه لمهش کن درک حسن نتات کن او جامعه هنه پیغمبر در حق ویدا جی گوتیه کی دسمش کی بگره المال خو و هر لوی یاج اوتلا کتونه کی درک عد سنتا بکه وکا کو عمره کی کربه ابیاجی ببیر آنینه پیغمبر دبی علیه الصلاة والسلام اوانا قا قنجیل مکرن امهات لوی سکنی مجامع اول شکر تاریخ برانایش بیر واکرن مزگفت عول لسر ایمان لسر اخلاقات یا واکرن و آیت کافیروزی آیت 807 خدا عز وجل بعثویت که دبی او جامعه کل سر ایمان هاتی آوا کردن سر ترسا خدا جبون راضی بون خدا او جامعه جی بقدر و بقیمت و انسان تدا انسان صالحا دوی جامعه هانه دا لازمت المج بکی هنه کا جامعه کا دی چکر مسجد و ضرار منافقات چکر بو خدا بونه چدوی جامعه دال مجنه که بیا منافقه بی جامعه یعنی چکری ابیا جامعه اهل ایمانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویا جبیر و نکریانه اوان انسان غروی عول سنگی خوش پیغمبر را وکرن پیغمبر شو لویل میش کرد کیف خوش بون و حتی حضرت علی جهاد کشت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دفرد تشکیلیش برام حضرت علی تی اوجی سه چهار رجال وید سکنه طبعا حضرت علی اوقا مسافه به حسب دبا مبات پیاتی تی برین دارت به اوقا مسافه کدور حتی وید دینن باش يعني خوينا نجي تفقل شيء نور حاصل علامات إيمانية حضرت علي لوي مسلمان قالت شعب كريبنا أو شعب خنا كنا مسلمان أنا شعب خود كنا تليد كذا شعب ما جاء بنادينا شعب قالت كريبة حضرت علي تماشات ك جنا كيد زانة يهاتنا لو كان مال هنا جنانه ظلاميتنا ظلامك بشاف درنگ شويتيل درجن كيد خا جنك دريبت كتشتكي ده جنكي وظلام تشه حضرت علي رودينا دبي خوش كامن دبي تظلامك تجنك بي ظلامي تاتنا دبي ايه دبي او ظلام كيتل دريت تخبشه عقل فكريه شعب فكريه غيرتي قبولناك وكايرون دبي ماجمرات كي خرابيت كبرابك دبي او كيه تجنك بي ظلامي تاتنا بشاوي ظلامي تل دريت تخبشه دبي ابيا فلان كسه دبي هيكل زانه شنو صنم هيكل قومي خدار ماري وان دشكينه هيكل وان اجرا عباد صنم وان دبي اجي فقيرم دشكينه بشاف روج نوره بشكينه بشاف دشكينه اوتينه دمج وان از بيخم خار ما نخو سري چيكم يعني دبي انسان كي پر محترمه حضرت علي في ميراني قد بيروانا حتى وقت مريش بيروانا وقت العراق يجي كوفه يدريت بمراوره
انسان که او قسمیر بو يعني دلته سرجنه که مسلمان شوتی تا خداوه تهلیکه ته هیکل وانا دشکان برکی تا بکشتانا جی يعني تد آنی دوانا حضرت علي دي ميرانيه قتش بيربانا يعني انسان مير قالن كي بغيرت به شعبي فكري به او آلی کاریا انسانكم محتاج آلی کاریا وانجي بك. أمر آخر والأخير الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى مهمته في قباء أراد أن ينتقل إلى داخل المدينة. بينما هو يمشي هناك مسجد ما بين المسجد قباء والمدينة النبوية مسجد الجمعة الذي ذهب إلى الحج والعمرة يذكر مسجد الجمعة. فبنو عامر كذلك أقارب أهل القبيلة الموجودة في قباء أقاربهم. والرسول يذهب يوم الجمعة يقول يا رسول الله قد بقيت عند بني أعمامنا وأعطيتهم الشرف وبنيت عندهم المسجد فما لنا. يحب أن يكرمهم الرسول بشيء يعطيهم شيئا فيقول الوقت وقت الجمعة سنصلي أول الجمعة هنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم أول الجمعة وخطبة قصيرة جدا لا غير طويل يذكرهم بالآخرة وقوف بين يدي الله لا ينفع لا المال ولا البنود والموت تأتي بغتة. الرسول يذكرهم بهذا الأمر. فالآن أسسوا مسجد أو من زمان مسجد الجمعة أول مسجد صلى فيه النبي الجمعة وهو هناك موجود. الحرص على الخير. پیغمبر قبای درکت که هر عالی مدینه دا لبه طبعا بسمامي هفن تا باوه کلور باوه کلور بچکی کش قبای درکت هنکی چند صد متره کیته 500 هم بجن اینکی دنه لبه بسمامي وانه قبای بني عامر جوانات بجه او بني عمر دبه یا رسول خدا دقیقی روی جمعه پیغمبر ته دبه خیره دبه تا او قص رول جنب بسمامي مسکنی خیر و شرف و برکت کی خدا داوان کاش مرا تشتکی گرش مرا تشتکی هبه یعنی ام تقازم تجي جمعين كي بمين شرفك ايش ما راي شبه او روي جمعيه وقت جمعيه من المياه جمعيه شغال الفرابك المياه جمعيه لو نكرنا الفرات كان هي ايدي دسبت كان لو يجي لما جا جمعيه پیغمبر بارات ك لو يجي هاني دا انا جامي كي كان صار شيء زودا شيء كنا ناوي دهنا مسجد الجمعه يعني مزقفته جمعيه جمعه اول اوجي تاريخه كخشه کوان انسان چخاصا بغیرت بونش پیغمبر وی تشتید خواستن یعنی کاش مرا تشکی لازمه شرفه کی بده ماشي ام یسبی رو بجن اویاجی اثر پیغمبر مرا وی تشتیانه کریه و پیغمبر جوان نشکان علیه الصلاه و السلام و من میجا جمعی لفراب کن روجا اینه بو او خطبه او قصب چو خوند خطبه پر کنک لپر معنی مازن بو قالو انسانا گون مرن آنی جار کی داته ها يعني مرن وا بدفو زرني ناينا باستيم جار کی داته دبي حتى وقت شوانه كي تشي برفازي خو حيوانه خبريه وتق مرن هات وحيواني بيش واندمين مرن ساكن وتجار كده بمري مالته ثروته تجارته بريته جنته زاروته ساكن الميدان يدمينن دبي خدا روجا قيامته وتفاسق بك بتفارش خدا خبر ده به ترجمانها ترجمان مرجمان تنه مفهم كير مفهم نكر از انجليزي نزانم از عربي ترجمان تنه خدا به هر کسی را روبرو خبر ده او داوود به عبد متشکر سوال که تشکر دبی انسان تماشات کل پشت خود تشکیتنه چه هل دوی وردا تماشات تشکیتنه وردا تماشات کنه پیشا خوش آگره جهنمه هي دبی های وجوه هبه قدموا لانفسكم مش خاطر تشتكي بدن خوش آگره جهنمه دور بقینن ولو بنيف خرمه بجه او نيف خرمه شاد پیغمبر دوی جار کی گوتی اتقوا النار ولو بشق تمره اف حدیثانه سه جرا پیغمبر تکر یک جوانش او جرانه بوته بنيف خرمه بيجي خوش آگره جهنمی دور بخین يعني تشتكيش خدای خورا بکن کو خدای وج آگره جهنمی دور بخینه او خطبه بچوک پیغمبر لوید خانه خطبه که بچوک دو دقیقتنه سه دقیقتنه اما معنی پر مازن تدهنه و دفردا پیغمبر قیمت دوان انسان هانه لمیجد وانا لمیجد جمعیت که وان انسان جبیر وانا کن شوناوی دا جامی کی چید کند به مسجد الجمعه و مزگفت پیغمبر شرف دائمه خدای عز وجل رب العالمین شرفك يمكن نسيب ماجي امجي بمن علامتك خيره وخير ما وبركه مرجها ان شاء الله خدا عز وجل زيارته پیغمبر شفاعته و دیتنا و اخرته بكن نسيب ما رجع قيامت مكه جيران به پیغمبر هاني ان شاء الله نرجو الله عز وجل ان يرزقنا زياره رسوله في الدنيا قبره وان يجعلنا جارا له في الاخره ان شاء الله الى ان نلتقي ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.